في المظاهرات. واليوم المظاهرات حرام لأنها تعد خروجا على الدولة وعلى النظام وعلى الناس وعلى الجماهير. ثم اني متأكد اني يعني ما عدا ميدان التحرير ومن في ميدان التحرير لا يرضى بهذه المظاهرات، من أسوان الى اسكندرية ودمياط. هؤلاء يعني سخروا الدين للأسف الشديد، وخانوا الدين وخانوا العلم، وسخروا الفتاوى المغلوطة الكاذبة لسياسات بلادهم ولأهواء في أنفسهم. ونحن نبهنا على ذلك وقلنا ان هؤلاء عليهم ان يلتفتوا، وسوف لا يسألهم الله عن مصر، وانما سوف يسألهم في يوم القيامة على ما يحدث في بلادهم ويصمتون عنه صمت القبور. وهؤلاء يعني حذرنا منهم النبي صلى الله عليه وسلم، ونبهنا الى ان من الدعاة دعاة فتنة ودعاة على ابواب جهنم، من اطاعهم او من سمع اليهم قذف فيها. أنا رجل أزهري حتى النخاع كما يقولون، والأزهر هو الذي بدأ مهمة التقريب بين الشيعة وبين السنة والشيعة، وله في ذلك تاريخ وتاريخ قوي، واستطاع فعلا أن يقضي على الحساسيات والتوترات التي نشأت الآن أو تنشأ الآن ونعاني منها الآن. فنحن إن شاء الله سنواصل نفس الطريق في التقارب أو يعني التقريب الفكري بين المذهب الشيعي والمذهب السني. الخلاف بيننا وبين الشيعة كالخلاف بيني أنا السني كمالكي وبين الحنفي السني وبين الشافعي السني، وهذا هو الذي نسير عليه ونحافظ عليه. أصحاب بيعة الشجرة لم يأتمروا بأمر رسول الله فلم يقتلوا عمر. من ائتمر بأمر رسول الله فقتل عمر؟ المسلم المؤمن المتقي الورع الشجاع الجريء الباسل أبو إسلام المعروف بأبي لؤلؤ رضوان الله تعالى عليه. هذا هو المسلم الذي ائتمر بأمر رسول الله فقتل عمر. أما الصحابة فكفار، أما الأنصار فكفار، أما المهاجرون فكفار، أما الذين كانوا أصحاب بيعة العقبة فكفار. ويوم اللي فيما بعد دخل في صفقة معاوية مع عمرو بن العاص، عمرو بن العاص يطلب من عنده أريد 100,000 دينار ومصر تعطيني إياها، لأن أرضها ذهب نساؤها لعب وشعبها تنبع لمن غلب. يريد النسوان مال مصر ويريد أرض مصر. المسلمون أيها العلماء عودوا ودققوا وستتأكدون أن مشروع أبي سفيان منذ بعثة محمد إلى وفاة أبي سفيان كان في الحرب الظاهرية أو في مواقع النفاق، كان مشروعه دائما كيف يقضي على دين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. الله يضرب مثل لمن؟ للذين كفروا. إذا يثبت كفر عائشة وحفصة حيث يضرب لهما مثلا بزوجتين نبيين من أعاظم الأنبياء صلوات الله عليهم، نوح ولوط عليهما السلام، ويبين لهما أنه مو مجرد كونكما زوجتين نبي هذا يغني عنكم العذاب، يصرف عنكم العذاب.
الإمام علي يريد يقول هنالك فتن، هنالك أمور ستحدث فدعوني. يعني الإمام علي يقول أن هنالك أمور، هنالك فتن وهنالك أمور سوف تحدث، وبسبب هذه الفتن، بسبب ما أفسده الذين حكموا من قبل مثل أبي بكر وعمر وعثمان، مثل أبي بكر وعمر وعثمان، وسببوا مشكلة وفتن كثيرة. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم ابدأ به أولا ثم لعن الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا. انت إذا شيعي وعندك غيرة، الإمام الحج عليه السلام 3 مرات. حزبك يبدأ نصر الله ما بدلت من حقك السنوات، ما زلت تذكر عبدك يسرى يوما سقطت ما. قال شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب أن الإسلام يفخر بوجود المجاهد الكبير السيد حسن نصر الله. وخلال لقائه إعلاميين وسياسيين من التيار الناصري، أضاف شيخ الأزهر أن السيد نصر الله مجاهد لقن الصهاينة دروسا لن ينسوها هو ورجاله الأوفياء. حزبك يبنى نصر الله ما بدلت من حقدك السنوات، ما زلت تذكر عرشك يسرى يوما سقطت مماليك المجوس ما زلت تكمل مسرحيات بادت للغافلين حقائق الثورات، تظن أن نترك الإسلام كي ترضى ويرضى الفرس دون ثبات، ترضى ويرضى الفرس دون ثبات. حزبك يبنى نصر الله ما بدلت من حقدك السنوات، ما زلت تذكر عرشك يسرى يوما سقطت مماليك المجوس كلا وكلا ألف كلا دونها. الذي يظهره الإمام لم يره أحد من الأولين والآخرين، ثم يظهر نسخة القرآن بخط جده علي بن أبي طالب. هاي النسخة اللي كتبها أمير المؤمنين وجاء بها إلى أصحاب رسول الله، قال هذا القرآن أنا جمعته، هذا القرآن موجود. قالوا لا عندنا قرآن. قال زين هذا القرآن رجعه. بعد ذلك فكروا قالوا لا 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 تعال نقول لعلي يأتينا بهذا القرآن وبعدين نتخلص من القرآن اللي عنده. فقالوا له يا أبا الحسن هات القرآن اللي عندك. قال لا والله خلص سبق السيف العدل، هذا لا يخرج إلا عند ولدي الإمام المهدي القائم، هو يخرجه إلى العالم كله. أنا دعوت شيخ الأزهر من قبل وارسلت له رسالة أن يقف مع الشعب ولا يقف مع أعداء الشعب، ولكنه للأسف صدر منه تصريح اليوم يدين المتظاهرين ولا يدين المظلومين ولا يدين الظالمين، ويقول الذين يدعون إلى هذه المظاهرات ليس في قلوبهم ذرة من إيمان. ولماذا تقول هذا على الذين يقفون ضد هذه المظاهرات؟ كل ما يطلب هذه المظاهرات يطلبون بعض حقوقهم، يطلبون أن يتعيشوا من حلال، يطلبون الحرية، يطلبون الكرامة. هذا ممنوع على الناس. أعلن السيد الرئيس بالأمس نقل صلواته كاملة إلى نائبه أنه يعني لا معنى لهذه التظاهرات وتفقد كل مبرراتها المنطقية. وأولا
الشرعية وأنا أتحدث باسم الشرع، لأن استمرار هذه المظاهرات بعد كل هذه الضمانات التي قيلت حقيقة هي دعوة إلى الفوضى ومظاهرة من أجل الفوضى. قبل ذلك اليوم يقول للشباب لا، اليوم حرام وجودك في المظاهرات، واليوم المظاهرات حرام لأنها تعد خروجا على الدولة وعلى النظام وعلى الناس وعلى الجماهير. ثم إني متأكد أني يعني ما عدا ميدان التحرير ومن في ميدان التحرير لا يرضى بهذه المظاهرات. قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منطق الناس